ازيك يا استاذه دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ علي صوتك. انا الحمد لله بخير الحمد لله. ازيك الحمد يا لله. شيخ؟ الله يكرمك يا رب يحفظك. دلوقتي انا عندي بس سؤالين. اتفضلي. بص يا شيخ، انا يعني ظروفي برضو يعني مش كويسه خالص. وعشت مع جوزي 3 شهور وسبته، وموضوع وقف على الطلاق. 3 شهور وسبتيه؟ اه اه يعني سبت له البيت ومشيت، لان اصلا طلع ما بيصرفش. ولما حملت حصلت مشاكل ان انا حملت، فحماتي كانت عايزاني انزل البيبي وكده، فسبته وجيت بيت اهلي وقعدت فتره وحملت وولدت قصدي. فحصلت مشاكل، وليا اخ كبير مصعبها عليا، يعني خد مني تليفوني وناس وصلوا له ان انا بتعامل بالتليفون بطريقه غلط. فبدل ما يجي مثلا يعني يتعامل معايا انا، جه قال لابويا، فابويا طبعا بهدلني وضربني واهلني، وبابا منع عني حاجات كتير. يعني هو والدي دلوقتي منع عني الذهب، خد مني ذهبي وخد مني كل حاجه وعايشه كده مسدوله في البيت. ايوه ليه بقى؟ ليه احنا ما فهمناش ليه؟ ليه؟ لان اللي وصل لاخويا الكلام دوت، في حاجات انا عملتها كانت غصب عني. يعني واحد كان بيهددني في الفتره ديت، فانا ما خفت ان انا اقول لاهلي ليزعلوني انا. فهي بتيجي كده، هي بتيجي لما بتيجي للبنت مش للراجل. فطبعا لما اخويا عرف ما جابش لوم هو عليا. انت اتطلقتي يعني؟ انا لسه ما اتطلقتش، انا رافعه عليه قواضي، والقضيه طبعا اترفضت، القاضي رفضها عشان ما اتضربتش، يعني ما كانش فيه ضرار في الموضوع، فما اتضربتش، فلسه في استئناف وكده. طب الخلاف ما بينك وبين والدك بقاله قد ايه؟ بقالي حوالي 5 شهور. هو بابا انا طول عمري مش متفاهمه مع والدي، يعني والدي انا عشان الصغيره في اخواتي، فبحس ان انا بتهته في الكلام معاه، فمش بيفهم اللي قدامه كويس. فهو على طول هو لكن هم متفاهمين قضيه اللي انت ترفعي قضايا على زوجك؟ يعني هم متفاهمين هو ده؟ اللي راح رفع قواضي على جوزي. طب ماشي تمام. لكن يعني هو هم المشكله تمام. الثانيه اللي هو الوشايه اللي حصلت دي. اخويا طبعا هو سنه 40 سنه اخويا، وبابا طبعا 68 سنه. فبقى هم يعني يعتبر هم اللي صح وانا اللي غلط. فالموضوع بقى ايه، بقى صعب جدا بالنسبه لي. طب هو ليه خد منك الذهب؟ هو قال لي ما تلبسيش ذهبك تاني. الذهب اللي هو جايبه لي، اللي والدي جايبه لي الاسوره، وكانت يعني والدك هو اللي جايب لك الذهب مش جوزك يعني؟ جوزي خد مني ذهبي وباعه برضه، عشان قال لي ان هو بيسدد الديون اللي عليه. فخدوا برضه وباعه، فبالتالي انا مش معايا اي حاجه، مش معايا اي حاجه. ايوه يعني هم احنا يعني المشكله اللي حصلت او الوشايه دي ان واحد كان بيهددك يعني، فهم افتكروا ان انت عندك علاقه مع حد. هو اللي طب وانت ما دفعتيش عن نفسك وبينتي براءتك؟ ما هو انا حد بعت له من العيله، خلي بالك من اختك. فهو خد مني تليفون اخويا فجاه، فطبعا شاف حاجات ورسائل كتيره جدا عندي على التليفون انا ما كنتش في دماغي، او ما هي مش محطوطه في دماغي اصلا. ماشي. تمام؟ هو شاف رسائل حد بعت لك او حد بيهددك او ايا كان، لكن هو شايف ان انت رد عليه. ان انا بعت صور، وان انا بس ده ما حصلش. انا بحاول اوصل لهم ان الشخص اللي كان بيهددني دوت كان عامل زي ابلكيشن عنده على التليفون، فبيبقى كانه انا اللي بتعامل مع الناس. هو اللي كان بيتعامل مش انا، يعني هو اللي كان بيتعامل عشان يلبسني في الحيط، لان اصلا الشخص ده كان يعرف اخويا. تمام. فهو كان يعرف اخويا. فالدنيا يعني الحوار معقد وداخل في بعضه. معقد جدا وداخل في بعضه. وانا لكن الكلام ده بين باباكي واخوكي، لكن جوزك ما يعرفش حاجه عن الحوار ده؟ جوزي ما يعرفش اي حاجه، جوزي ما يعرفش ولا اي حاجه، ولا يفهم الكلام ده اصلا. يعني هو ما وصلوش اي حاجه. هو اللي وصل لاخويا. مامتك موجوده؟ مامتي الحمد لله موجوده وكل حاجه. طب هي بقى مش واقفه معاكي او كده؟ هي واقفه مع اخواتي، لان هو شايف ان طبعا اخويا راح قال لاخواتي التانيين، اخواتي دول في السعوديه، فطبعا اخواتي بقى لهم 4 شهور ما بيكلمونيش، قلبين عليا، ما بيسالوش فيا اصلا. كان اخويا نزل اجازه من ايوه مامتك، يعني مامتك مش واقفه معاكي، انت واقفه معاهم هم؟ هي مغلطاني، هي تقول لي انت غلطتي، تحملي نتيجه الغلط، انت اللي عملتي في نفسك كده. يعني هم انت عندك كام سنه؟ 28. 28 ومن النوع اللي هو مفيش تعامل مع الناس، يعني ممكن يكون غلط دوت، او بصرف النظر هم السبب. انا اقعد اقول لهم انتوا اللي وصلتوني كده، هم مش مقتنعين يعني.
يعني مش قادرين يستوعبوا ان هم مفيش حد بيسأل. طب انا هقول لك على حاجه. يعني احيانا الاهل مثلا هم من كتر ما بيبقوا خايفين على بنتهم، او انت بالنسبه لهم لسه صغيره وكده وما عندكيش تجربه في الحياه، فمثلا من كتر ما هم خايفين عملوا مثلا معاكي الموقف ده ومش حاسين ان انت مثلا لو كنتي حتى غلطتي في الموضوع، ان انت مثلا بتقولي انا غلطت انا قلت ان انا غلطت، انا قلت لهم انا اعترفت وبابا ان انا غلطت وان انا تبت وان انا عملت حاجه غلط، أنا مش تقولي لهم انتوا السبب وانتوا السبب، قصدي كده يعني. يا دعاء، هي المشكله كلها تتلخص في اللي انا سمعته ده في حاجتين اتنين انت زعلانه منهم. ان هو اتاخد منك الذهب واتاخد منك الموبايل بتاعك، صح؟ والعيشه اللي انا عايشاها. يعني انا حتى لو عايزه اتوب مش عارفه ان هم الحمد لله متدينين وبيصلوا كل حاجه. ايوه، انت النقطه الثالثه بقى تعامل وحش معاكي. التعامل وحش شويه. يعني ان هم اتعاملوا. اولا اخويا الكبير ما بقاش بيكلمني، هو قال لي احنا نفرق. لا انت قلتي اتعاملوا مع المشكله بطريقه غلط. لا هي بتقول التعامل معاها شويه وحش شويه، مش ايوه هو مع اخويا وحش كتير. اخويا قال لي يعني. ما تفتكريش ان انا هكلمك تاني، انت اساسا ما تفتكريش. طيب ماشي، دي هنعالجها، ده امر سهل، ده ان شاء الله. الحاجات دي بتاخد وقتها بس لازم. بس هل المشكله عندك دلوقتي من خلال كلامك اللي هو قضيه ان هم خدوا منك الموبايل؟ لا انا قلت لهم عادي خدوا منه اللي انتوا عايزينه. وان هم خدوا الذهب؟ لا هو انا في العيشه اللي انا عايشاها والطريقه اللي بيعاملوني بيها وكل حاجه، يعني انتوا حرمتوني من حاجات كتير. طيب كمان بتعاملوني كده. حاضر صح. يعني ماشي. اللي هو ومعلش يا شيخ برضو انا عايزه رقم حضرتك في الكنترول يا فندم. ماشي يا حبيبتي ماشي. هي يعني خلينا نقول يا استاذه دعاء، لا شك ان الكلام فيه خطأ حصل. ماشي تمام، لكن كيفيه التعامل مع الخطأ ازاي؟ يعني في حد عمل غلط، اتعامل معاه ازاي بقى؟ الراجل لما راح لسيدنا النبي، شوفي قضيه الحوار الداير ما بين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وما بين الشاب اللي هو بيقول له يا رسول الله اذن لي بالزنا. فبدأ النبي يتدرج معاه واحده 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 واحده، فتح معاه حوار صلى الله عليه وسلم حتى اقنعه. كل واحد فينا بيغلط، وكل واحد فينا وقع في خطأ. طبعا مش في خطأ واحد، بل في عاوز اقول خطايا، وربما يكون قد ارتكب من الكبائر ما الله به عليم، لكن ربنا اللي سترنا. بس ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة على مصراعيه. قد يكون هي بتقول حاجة في غاية الخطورة، بتقول حتى التوبة مش يعني مش مخلينا توب. لا، شوفي كان يقولوا كده: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا عاوز أتوب وعاوزة أصلح من حالي. صلح من حالك أنت، محدش هيفيدك. فلما هم يشوفوا الإنسانة التي تحولت 180 درجة دي، هم لا شك إن هم خايفين عليها، ولا شك إن هم بيحبوها، ولا شك إن هي دي فلذت يعني أكبادهم كما يقولون. بس في النهاية هم خدوا الموبايل عشان خايفين عليه. هم خايفين عليه عشان الاستعمال الخاطئ، أو عشان ما حدش يمكن يخترق ده وإلى آخره. خدوا الذهب ده حقه، لأن هو أنا اللي جبت لك وأنا اللي بنتزع منه، والوالد له الحق إن هو يرجع في الهبة إذا وهب لابنه. فده الفقه الإسلامي ده جائز، ما عنديش مشكلة خالص المسألة دي. لكن قضية التعامل، طب هي بيتعاملوا عشان ده، أنا أصلح بقى من نفسي. طب أعمل إيه؟ أشغل نفسي بقى، أشغل نفسي بالقراءة، أشغل نفسي بدراسة، أشغل نفسي بتربية الابن، أشوف كتب خاصة بتربية الأبناء وأقعد. ده إحنا الحمد لله يعني عندنا شوية اطلاع كده على قضية تربية الأبناء. طيب. ومع ذلك نبدأ نتابع إيه الجديد اللي بينزل في ده عشان أشغل نفسي. نفسك طيب. إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. احنا يعني عايزين بس نقول كلمة للأهل عموما: حنانيكم، إن دايما اهدوا بالراحة شوية وانتوا بتتعاملوا في المسألة دي، سواء معاها أو في أي قصة أي مشابهة، في أي مشكلة. إنه أحيانا الأهل بيلجأوا من كتر ما هم خايفين على أولادهم للعنف أو الشدة أو القسوة أو كده، يفتكروا إن هم كده إيه هيربوهم أو هيخوفوهم عشان ما يغلطوش تاني. بس للأسف بالعكس، ده بيعمل مشكلة أكبر. عمر التخويف ما يجيب نتيجة إيجابية أبدا، بل بالعكس أحيانا يجيب نتيجة إيجابية، لكن في الغالب بيجيب نتيجة سلبية. طبعا. اللي هو عارفة لما حد يجي يكون إنسان عاصي فبيقول له ما أنت أصل من أهل النار، أصل فيقول لك يا عم ما أنا كده كده من أهل النار بقى، خلاص بقى خلينا أكمل. فالراجل قتل 99 فبيقول له أنت مين؟ أنت ليك توبة؟ أنت إيه ده؟ قال له طب أنا يعني طب وأنت عايش ليه؟ يلا أكملها بقى، ما هو أنا كده كده من أهل النار. لكن لما اتفتح له باب التوبة
تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. وده مش معناه ان احنا بنقول ان هي مثلا او اي حد بيعمل حاجه غلط ان احنا بنقول له ماشي احنا انت لا عملت نبرر. غلط. لا غلط، لا نبرر. غلط شوفي غلط. القرآن يقول يا أستاذة دعاء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب بالظبط. فأولئك يتوب الله عليه. يعني ربنا لما ذكر آية التوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال إيه؟ وأنيبوا. هي قضية الإنابة والتوبة إلى الله عز وجل. يعني احنا نوجه لها برضه او لاي حد في مكانها كلمه ان هي تستغفر وتتوب. تكثر. شوف واحد راح لسيدنا أعرابي راح لسيدنا علي بن أبي طالب فقال استغفر الله وأتوب إليه. قال يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين. استغفر الله. ما هيش كلمة وخلاص. أنت ما كنتش. قال له طب التوبة عاملة إيه؟ قال يجمعه 6 أشياء. قال على مش كانوا 3؟ لا بقى 6. احنا زودنا. طب هم ايه بقى شروط التوبة؟ قال على الماضي من الذنوب الندامة. ماشي. يبقى اللي فات ايه؟ اللي انا اندم. سيدنا النبي قال الندم توبة. ماشي. انت هتعيد ورايا؟ قاعد وراك عشان هم. قال وعلى الفرائض الإعادة. كم رمضان ما صمتش؟ كم صلاة ما صلتهاش؟ ده فرائض. فأنت عليك الايه؟ الإعادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة إلا ذلك. هخلص بقى ال6. ال6 كتير يا شيخ. لا ما تقول ال3 الأساسيين يا شيخ. والعزم على ألا يعود. والعزم على ألا إيه؟ يعود. 4 رد المظالم واستحلال الخصوم. واستحلال الايه؟ الخصوم. 5 وأن تدئب نفسك في الطاعة كما أدأبتها في المعصية. مش أنت كنت بتعمل كل حاجة عشان تعصي الله، اعمل بقى الجهد ده فين؟ في الطاعة. 6 وصلنا الحمد لله. وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. بس أنا أقول لك بقى سهل بن عبد الله التستري قال حاجة في التوبة دي جمع كل ده في كلمتين. قال تبديل حركات مذمومة بحركات محمودة. وده المراد في أحد أقوال المفسرين في قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. في قولين في المسألة دي، يعني فيها قولان. القول الأول المعروف إن السيئات دي عندي 100 سيئة تتقلب 100 حسنة، ده قول معروف. لكن القول الثاني قال يبدل الله صفاتهم السيئة إلى صفات حسنة. فيبدل صفة الكذب إلى صفة الصدق، صفة الخيانة إلى صفة الأمانة، وهكذا. فتبديل حركات مذمومة بحركات إيه؟ بحركات محمودة. ربنا يهدي وربنا يغفر لنا جميعا. شكر الله لك. توب علينا إن شاء الله. استغفر الله العظيم.